الأهلي في رادس له حكايات كتير. حكايات الأهلي من زمان وبنسمع عنها. دلوقتي احنا محتاجين لكتاب عشان نكتب وندون كل اللي الأهلي بيعمله في رادس. الأهلي بلغة الكورة عامل كابوس لنادي الترجي، وخصوصا في ملعبه وفي قلب داره اللي هو في رادس، والكلام ده من 2012. من 2012 لك أن تتخيل، من 2012 لحد 2023 والأهلي دايس على وش الترجي في قلب بيته في قلب ملعبه قدام جماهيره. طب هتقول امبارح الأهلي كسب 3-0 وكده تقريبا الأهلي في النهائي إن شاء الله، مع بقى اما نشوف مباراة سان داونز والوداد هتوصل لايه، ولسه العودة يوم الجمعة الجاية بالنسبة للنادي الاهلي. ولكن شئت ام ابيت هتقول ان الترجي ضعيف، هتقول ان الترجي كان بيلعب من غير جمهور، هتقول غياباته. هقول لك تمام، انا موافقك في كل اللي انت بتقوله، بس الاهلي حلو والراجل كولر استغل كل الكلام ده وبالفعل طبقه. طبق ان انت وحش فانا دوست، انت مش كويس فانا دوست. انا عشان انا كويس، مش عشان انت وحش وبس. لا، الاهلي داخل المباراة مركز كويس، مذاكر نادي الترجي كويس، عامل احترام لفرقة كبيرة وفرقة عريقة ولها تاريخ في افريقيا. هو انت معلش يعني، هو الترجي ده طول عمره تقيل في افريقيا، طول عمره كويس، لكن النادي الاهلي كسب عن جدارة واستحقاق. ويكاد يكون كمان ان المباراة بانت لجمهور النادي الاهلي انها مباراة سهلة، انها مباراة سهلة، وان احنا كان ممكن نجيب 5 و6. احنا ليه ما عملناش سكور؟ هكلمك عن الكلام ده، ولكن في بداية الحديث انت لازم كده تاخد بالك من شوية ارقام. النادي الاهلي وشخصية البطل، شخصية البطل اللي بقت بتتكلم او اللي بقت بتتقال الفترة اللي فاتت على اي حد. شخصية البطل دي هقولها لك بعد مباراة سان داونز. الاهلي بعد مباراة سان داونز وخسرنا 5، كل الناس فاكرة وكل الناس عارفة وبالذات الاهلاوية ومش ناسين يوم زي ده. هل الاهلي اتهد؟ هل الراجل كولر ده رمى الفوطة وقال لك خلاص؟ رجع الامل تاني في افريقيا، ولكن كولر ماشي على الطريق الصحيح. الراجل لعب 10 مباريات، 10 مباريات الاهلي لم يخسر فيهم مباراة. 10 مباريات الاهلي كسب فيهم 9 مباريات وتعادل مباراة واحدة بس. ارقام كبيرة وارقام كتيرة. الراجل كولر من ساعة ما جه النادي الاهلي دارس ومذاكر كويس قوي الاهلي ناقصه ايه وهو جاي يكمله. يعني قبل ما مارسيل كولر يجي معروف ان الاهلي بيلعب ب 15 16 لاعب، وهم دول اللي في كل البطولات وفي اي اتجاه، ومنتخب مصر وي وي وي. فبتيجي في البطولات اللي هي نفسها طويل كده زي مباراة الدوري ولا الكلام ده، بتلاقي ان اللعيبة دي استهلكت. ليه؟ لان هم 15 16 لاعب بس اللي انت بتلعب بيهم، انت ما بتلعبش بس من كده. تعالى بقى لمارسيل كولر. من ساعة ما جه مارسيل كولر لعب 41 مباراة لحد المباراة بتاعة الترجي. مارسيل كولر اكتر واحد شارك معاه فهو محمد الشناوي، شارك معاه في 40 مباراة. طيب لعب ب 32 لاعب، يعني تقريبا شبه لعب بالقايمة كلها ما عدا مين؟ ما عدا 3. حمزة علاء اللي هو الحارس الثالث ولا الحارس الرابع، ومصطفى شوبير الحارس الثالث، وايمن اشرف اللي اساسا كان مصاب والراجل مش مقتنع بيه وما بيخشش اساسا في القايمه نهائي. يعني الراجل واقل لاعب مشاركه كان مصطفى سعد ميسي، لعب معاه مباراتين، يعني نزل في مباراتين. الشاهد من القصه ان مارسيل كولر الراجل نزل اكتر من 32، يعني انت بتلعب بقايمه كامله 32 لاعب لعبوا معاه. يعني اللي انت شفته في الاداء اللي بيحصل من النادي الاهلي الفتره دي من تنظيم ومن جمل تخطيطيه ومن حاجات كلها فنيه بحته، فهو شغل الراجل ويتحسب للراجل. مروان عطيه وتقل مروان عطيه اللي بقى فيه يتحسب للراجل. بيرسي تاو اللي مع الاستمراريه، رغم ان احنا كنا بنلعب سان داونز وخسرنا منها، وبيرسي تاو هو كان افضل واحد في الفريق. بيرسي تاو لعب حوالي 22 مباراة، قدم فيهم 20 هدف، ساهم في 20 هدف، احرز 10 وعمل 10 اسيستات. الاستمرارية بتاعت بيرسي تاو وكأننا فعلا جايبين صفقة جديدة. بيرسي تاو الفترة دي نجمه عالي جدا جدا جدا، لعيب كبير، لعيب اتمنى ان هو يكمل بالمستوى اللي هو فيه، لان فعلا
وصل لمرحلة من النضج اللي فعلا يطمنك. نفس الكلام احب اعرفك برضو ان ياسر ابراهيم كده كده خلاص اهلاوي لمدة 3 سنين كمان. ياسر ابراهيم جدد عقده لمدة 3 سنين مع النادي الاهلي ويستحق. انت لو شفت المباراة من اولها، ياسر نجم المباراة، من نجوم المباراة، مفيش كرة غلط. ياسر بقاله فترة ما شاء الله. اقعد يا ياسر على الدكة، بيقعد على الدكة تمام. انزل يا ياسر وأدي المطلوب، أدي المطلوب. فياسر من اللعيبة اللي فرضت شخصيتها في الملعب بجهده وعرقه ان هو يبقى موجود في معظم المباريات. لعيب كويس. والاداء اللي عامله الفتره الاخيره ياسر ابراهيم بصراحه ما شاء الله عليه. سواء ينزل في اي وقت، يلعب مباراه، يبدا مباراه، ينزل في النص، ما عندوش اي مشكله من اي حاجه. بس كل ده الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى لجوده اللعيبه لمارسيل كولر. مارسيل كولر اللي لازم تتكلم عليه كتير. الراجل ده عمل شغل مع الفريق من ساعه ما جه النادي الاهلي. الشغل ده فعلا كان مش موجود، ما كانش ظاهر، ما كانش موجود في النادي الاهلي. الراجل عمل اللي عليه وزياده. ونتمنى بقى بعد بقى ما نخلص الخطوه دي نوصل ان شاء الله للنهائي عشان نقابل اي حد. وان شاء الله الاهلي قادر على اي حد. احب اقول لك كمان ان وانا بسمع امبارح كده بعرف التفاصيل، لقيت ان الكابتن عماد متعب قال كلمتين حلوين جدا. قال لك اي فريق في العالم اعلى حاجه بيكسبها 5 بطولات. السنه دي النادي الاهلي عنده فرصه يبقوا 8. طبعا لسه انت عندك دوري وكاس وسوبر ودوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي. دول الخمسه اللي معروفين. وبتوصل لكاس العالم للانديه، وكاس العالم للانديه دي بطوله عاديه شرفيه مش هتتحسب يعني. ولكن عندك فرصه ان انت لسه عندك كاس قديم والكاس بقى القديم والكاس والسوبر القديم. فانت كده داخل في 7 بطولات، وممكن كمان يكون ازيد من كده. فدي ما حصلتش في التاريخ، وانت الفريق الوحيد اللي هتبقى كده في سنه واحده، ان انت تكسب حوالي 7 بطولات في سنه واحده بس. فاعتقد ده كمان هيبقى انجاز كبير للنادي الاهلي. واحب اقول لك عن التوابع بتاعه المباراه بتاعه الاهلي والترجي. التوابع بتاعتها ان نبيل معلول المدرب لنادي الترجي يعلن استقالته بعد الفضيحة ب3 أهداف مع الرأفة للنادي الأهلي. أحب أقول لك بس إن الجون الأول أحرزه بيرسي تاو، والتاني أحرزه بيرسي تاو، والتالت جابه كهربا بكورة جميلة جدا بينه وبين حسين الشحات. تقريبا حسين الشحات مع كهربا مع بيرسي تاو عاملين خط أمامي كويس جدا ومبشر جدا جدا جدا. الفترة اللي فاتت كل واحد واقف على رجله. الراجل كولر حتى لما بيعمل الروتيشن بينهم الدنيا بتبقى مظبوطة جدا. الدنيا واضحة لدرجة ان اللعيبة انت ما بتحسش بفرق بين اللي موجود واللي بره. يعني حتى لما نزل طاهر ضيع واحدة يعني غريبة شويتين، طبعا بالاضافة الى واحدة بتاعت كهربا اللي ضاعت ديت، اللي احنا مش عارفين هي ضاعت ازاي. لعبة المفروض يلعبها باليمين، ما تفهمش هي اتعملت كده ازاي وطلعت كده ازاي. ولكن في عموم المباراة كان الاهلي متفوق، وكان الاهلي سيد للقاء. واخر خبر معايا هروح لك لنادي الزمالك. هتقول لي بقى ولاد النادي ومش ولاد النادي، كلام خلاص شبعنا منه وزهقنا منه. ما عادش في حاجة اسمها ابن النادي. انت من الاخر الكتمنص فين؟ وانا رايح للكتمنص اللي هيدي اكتر هروح له. ينتقل يوسف أسامة نبيه لنادي بيراميدز. زيه زي رمضان صبحي، زيه زي شريف إكرامي. مش هقول لك عشان أنا أهلاوي فهكلمك على ده بس، لا، كلهم خدوا القرار وكلهم بيدوروا على مصلحتهم وشايفين ان في الانتقال ده مصلحتهم. والتبرير ان الراجل ده كان بياخد 80، كان عقده ب80,000 جنيه. ده والده اللي بيقول الكلام ده. الكلام ده كلام كابتن أسامة نبيه. بيقول انا عقد ابني كان 80,000 جنيه ومفيش استقرار. هو مش حاسس بالاستقرار، هو عايز يشارك اطول فترة ممكنة. اي كلام. الشماعات لما بتيجي او الشماعة جاهزة دايما لأي حاجة ولأي اسباب. فالله يخليكم بقى، ما عادش حد بقى يطلع لنا بنغمة ايه ده ابن النادي وده بيحب النادي وده متربي جوه النادي. ايوه الكلام ده موجود، موجود. بس مع ان انت تسيب النادي اللي انت عايزه عشان خاطر الفلوس ايا كنت
ده حقك ودي حريتك. ولكن الجماهير انا شايف ان احنا ما نزعلش على الناس دي، ما نزعلش على واحد كان في يوم من الايام موجود ويعني خيره من الاخر يعني واكل وشارب من النادي، طلع وظهر للناس وبقى نجم من النادي ومن الجماهير بتاعت النادي، سواء اهلي ولا سواء زمالك. انا بتكلم دلوقتي على الاثنين، سواء اهلي او سواء زمالك، مش بتكلم عن نادي واحد بس. ولكن مفيش مشكلة خالص، نادي الزمالك نادي كبير ومش هيتأثر بغياب اي حد، لان النادي الكبير عنده مخزون وعنده لو طلب بس 10 15 لاعب هيجوا جري تحت رجلين نادي الزمالك. فبقول للجماهير الزمالك ان مفيش حد يزعل، لان احنا اساسا ده الاحتراف، او ده زمن الاحتراف وزمن الفلوس، وكل واحد يدور على مصلحته. احنا لينا النادي اللي احنا بنشجعه، واي واحد بيكون لابس تيشيرت النادي اللي احنا بنشجعه فاحنا دايما بنهتف له وهو فوق الراس طول ما هو موجود معانا، ولما يمشي بالسلامة، طريق السلامة، وهيجي غيرك واحسن منك كمان ان شاء الله. دي كانت كل الاخبار. اخر خبر بس عايز اقوله عشان سامع عليه كلام كده قبل ما اطلع من لك الفيديو، فهو خبر طلع وتفبرك او ايا كان المصدر بتاعه، فطلع خبر بيتقال وعلى لسان مين؟ على لسان كابتن خالد بيومي. طلع ان نادي الزمالك هيشارك في كأس العالم 2025. الكلام ده كانت تويته قديمه حسب القوانين، فهي تويته قديمه اساسا، كانت تقريبا في 2020، مش تويته جديده، واتخذت واتفبركت. وطلع الكابتن خالد بيومي ووضح ونفى الفكرة دي خالص تماما. ففكرة ان الزمالك هيشارك في كأس العالم للأندية 2025 عشان المباراة بتاعت نهائي القرن ان هو طلع التاني واللي هيشارك بقى الاول والتاني، فالكلام ده لا مش صحيح، الكلام ده مش موجود. والقوانين ما بتقولش كده خالص، بتقول ان من اول 2021 لحد 2025. دي كانت اخر حاجة حبيت اوضحها، وما تنساش ان انت الداعم الوحيد ليا، وتصلي على النبي، واشوفك في حلقة جديدة، والسلام عليكم يا صاحبي.